وأجمل من تقول له الكلمات الجميلة المفعمة بالروح والأبوة يتيم لوعته الدنيا. اليتم مدرسة، اليتم صناعة، اليتم يبنى عليه المجد. إن الذي يموت والده يسمى يتيم، أما من ماتت أمه مع أبيه فهو لطيم، لطمه الدهر بأفجع ما يفجع به فؤاد الصغير. لا زال في درج الطفولة ولا زال في الصبا. في نفوس الأيتام انكسار، وفي عيون الأيتام دمعة، وفي صدورهم شعث. وهنيئا لمن كفلهم، فبكفالته لهم ينال رفقة محمد صلى الله عليه وسلم. اليتيم ليست كفالته أن تسدد 1200 ريال سنويا، أو تحول في رصيد الجمعية 1000 شهريا. اليتم كفالته أن تضم اليتيم إلى صدرك وإلى بيتك وإلى حياتك، تنفق عليه كما تنفق على أبنائك، تعالجه يوم أن تعالج أبنائك، تتابع دراسته، تسحبه لمسجده، تغطيه حتى لا يؤذيه الحر ولا القر. يعيش اليتيم معك على صحن طعامك. هنا تستحق رفقة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يفرحون ويستشرفون لبيوتهم أن يدخلها يتيم. وهنيئا لمن آوى يتيما إلى بيته فعاش وهو ينظر إليه أنه والده. هنيئا لأولئك الذين يصنعون لهم يوم القيامة مجدا وجيرة. كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. أقول لو استطعنا أن نصنع وأن نرتب فؤاد اليتيم لبنينا مجدا للأمة من الأيتام. اليتيم لا يحتاج إلى عطف زائد، إنما يحتاج عطف ورحمة بتوازن حتى لا يفسده الدلال. والبعض يدع اليتيم دعا ويغلظ له غلظة، فخرج مجرم وقنبلة منزوعة الصمام، لأنه لا يأوي إلى ركن لا رشيد ولا غير رشيد. والأمة التي لا تكرم أيتامها فإنها تصنع منهم أعداء لها، علمت أو لم تعلم.